بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. كالعادة نسبة حضور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونضغط اللايك الجميل عشان معانا الفراخ البياضة اللي بتلعب كاراتيه ورياضة ولحمة الفقير للمستهلكين في الوقت الحالي، اللي على أرض المزرعة في الوقت الحالي ب45 تنفيذات. وطبعا ده أرخص أسعار الفراخ في الوقت الحالي، هي البياضة، الأحمر البياض والأبيض البياض اللي بيبيض بيض المائدة في الوقت الحالي، سواء اللي بينتج البيض الأحمر اللي في الوقت الحالي بالنسبة للمستهلكين واصل 82، والبيض الأبيض اللي ب7 و70 جنيه تنفيذات. أما عن باقي الأسعار فالأبيض التسمين وصل في الوقت الحالي إلى 54 بعد محاولات لهبوط الأسعار من الإعلاميين اللي مش عارفين الأزمة الحقيقية فين. وطبعا الأزمة الحقيقية معروفة لدى الجميع إنها في ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة أسعار الأعلاف اللي زودت معظم المنتجات. أما عن الساس والتسمين فالساس والتسمين شغال 60 و61، والرز التسمين 65، والبلد الحر شغال 70 جنيه. أمهات الدواجن ومصانع البروتين في الوقت الحالي شغالة 50 تنفيذات توصل للمستهلكين ب60 بعد ارتفاع الأسعار. وعندنا كمان ارتفاع في أسعار الكتاكيت، وعندنا ارتفاع في أسعار الكتكوت الساس والتسمين والأبيض التسمين وباقي المنتجات، نتيجة لانخفاض أسعار الفراخ الموجودة في السوق وقلة المعروض، ونتيجة لأن معظم الأمهات اتباعت خلال الأيام اللي فاتت للأسف الشديد. عشان تعرف معلومات كتير تخص صناعة الدواجن والعاملين فيها وأسعار الدواجن جملة وقطاعي للمستهلكين والتجار والمربيين، تابعنا على صفحة بورصة المنصورة للدواجن إدارة الحاج عبد المغيث، وعلى قناة رئيس جمهورية الفراخ على اليوتيوب يصلك كل جديد من فيديوهات وبثات بنعرض فيه مؤشر السوق، وبنعرض فيها كلام مهم للمستهلكين وللتجار وللإعلاميين اللي مش عارفين الفراخ بتزيد ليه وإمتى تنزل، وعشان هبوط الفراخ عشان يكون في نزول في الأسعار الفراخ تنزل امتى. ان شاء الله بنحبكم في الله، وربنا يجمعنا واياكم في الجنة ان شاء الله، ونشوفكم من خير لخير، وما ننساش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.